محمد عامر، وهنستعرض معاك تشكيل النادي الاهلي، لكن بعد فاصل سريع عن تاريخ المواجهات بين الفرقتين ونرجع نتواصل. تأتي مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري في المواجهة رقم 32 في تاريخ مواجهات الفريقين، والتي كانت على مدار تاريخهما من البطولات المحلية المختلفة. التقى الفريقان معا قبل ذلك في 31 مباراة. يقف التاريخ في صف المارد الأحمر ب23 انتصار مقابل 5 انتصارات فقط للحدود، في حين تعادل الفريقان معا 3 مرات كلها تعادلات إيجابية. لم يقف الأهلي على عدد مرات الفوز فقط، بل في إحراز الأهداف برصيد 49 هدف أحرزها 13 لاعبا في جميع المباريات. ينفرد جلاد الحراس عماد متعب بلقب هداف الأهلي أمام حرس الحدود برصيد 8 أهداف، فضلا عن أنه أكثر اللاعبين مشاركة ب13 مباراة. عماد متعب وهو اللي لعب الكرة الثابتة وهو جول سبق الجول. كله بقى متفرجين عليه كلهم. حته حلوه ابو تريكه بيلعب اهو زيها وقفوا على طول اهو، وطبعا الكوره معموله داخله الزاويه بالثمانيات كوره حلوه. في المقابل أحرز حرس الحدود 19 هدفا في مرمى الأهلي أحرزها 11 لاعب، فيما أحرز أحمد حسن مكي 4 أهداف منهم، فضلا عن أنه أكثر اللاعبين مشاركة ب11 مباراة. تختلف مواجهة اليوم في كون الفوز بها هو الخيار الذي لا بديل عنه للفريقين. ففي حين يسعى المارد الأحمر لتعزيز الصدارة، فإن الحرس يتمسك بأمل الهروب من القاع والهبوط. خاض المارد الأحمر المتصدر قبل مباراة اليوم 24 مباراة، حقق خلالها العديد من الأرقام القياسية. هو صاحب أفضل خطي هجوم ودفاع والأكثر فوزا والأقل هزيمة، حيث فاز الأهلي في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين. أحرز لاعبو 45 هدف ومني مرماهم ب18 هدف. أما حرس الحدود فهو صاحب المركز قبل الأخير، فخاض 25 مباراة، وهو صاحب أضعف خط دفاع وثاني أسوأ هجوم بالدوري. لم يحقق الحدود الفوز إلا في مباراة واحدة، تعادل في 6 مباريات، خسر 18 مباراة. أحرز لاعبوه 12 هدف مقابل 39 هدف مني بها مرماهم. فكل التوفيق للمارد الأحمر بمواصلة تفوقه وانتصاراته أمام الحدود اليوم.